بعد أن كان التعادل وشيكا، الريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا مؤقتا بعد التغلب على بلد الوليد بهدفين نظيفين جاءوا كليهما بأقدام الحكومة في مباراة لم تكن سهلة بتاتا على لاعبين ميرنجي الذين افتقدوا الحدة والشراسة، وهذا ما انعكس على صورهم ليجعلها تبدو باهتة، حيث لم نرى فالفيردي المعهود ولا فينيسيوس العنود، ولكننا شاهدنا تعملق تيبو مجددا الذي أبدع في الذود عن مرماه وأنقذ الفريق في أصعب المواقف. البنز لم يكن جاهزا اليوم، ولكنه تمكن من حسم المباراة، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لعشاق الميرنجي. ولكن قبل أن أختم، ضروري أن أذكر الحدث المفصلي الذي غير مجرى المباراة، وهو ضربة الجزاء الريالية التي لم تحتسب بالرغم من وضوح الحالة. هذا الحدث وإن كان بسيط عند البعض منكم، كان وقعه كبير جدا عند كلا الفريقين، وأثر على الرياليين وأعطى حافزا كبيرا للاعبي الوليد. ولكن عموما الأداء غير مهم بقدر أهمية النتيجة في مباراة اليوم. يا ألف مبروك لعشاق الميرنجي الصدارة وإن كانت مؤقتة. أتمنى لهم أن يستمتعوا بها وأن يلتقطوا لجدول الترتيب صورا تذكارية، لأنها لن تدوم عليهم للأسف الشديد. كان معكم أخوكم العبساوي عبد الله ثيور، مع السلامة.